بقى نروح لطرق علاج ارتجاع المريء. العلاج بينقسم لثلاث أجزاء. أول حاجة العلاج بالأدوية، تاني حاجة التشينج لايف ستايل أو تغيير أسلوب الحياة، تالت حاجة الجراحة. هنبتدي أول حاجة بالعلاج بالأدوية. أول حاجة هنديها للمريض هي دوبامين أنتاجونست، وده عشان ينظم من حركة عضلات المريء والمعدة ويساعد على إحكام قفل اللور أسوفجيال سفنكتر اللي بيكون بين المعدة والمريء. أهم مادتين عايزك تعرفهم هما الدومبريدون والميتاكلوبراميد. بالنسبة للدومبريدون فده هتلاقيه في أصناف زي الموتيليوم، جاستروموتيل، والموتينورم، وده جرعته بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا قبل الأكل. أما بالنسبة للميتاكلوبراميد فده هتلاقيه في صنف معروف جدا وهو البريمبران، وده برضه جرعته بتكون قرص كل 8 ساعات يوميا. تاني حاجة بنديها للمريض هي أدوية تقلل من حمض المعدة وبالتالي تخفف من ارتجاع المريء، وده يا إما هندي حاجة من عيلة البروتون بامب انهبيتورز أو حاجة من عيلة ال H2 بلوكرز. بالنسبة لعيلة البروتون بامب انهبيتورز ففيها مواد كتيرة جدا، وكنا ذكرناهم كلهم في حلقة خلاصة أدوية المعدة، هسيبها لك تحت في صندوق الوصف عشان ترجع لها. أنا هذكر دلوقتي أمثلة عليها زي مثلا مادة الأوميبرازول، ودي هتلاقيها في أصناف زي الأوميز والبيبزول، ودول جرعتهم بتكون كبسولة قبل الفطار بتركيز 40 مللي جرام. أو مثلا مادة البنتوبرازول، ودي هتلاقيها في أصناف زي الكونترلوك والبروتوفيكس، وده جرعته بتكون كبسولة قبل الفطار بتركيز 40 مللي جرام. كمان مادة الإيزومبرازول، ودي هتلاقيها في أصناف زي النيكزيوم والنيكزيكيور، وجرعتها برضو بتكون كبسولة قبل الفطار بتركيز 40 مللي جرام. ولو عايز تعرف مواد تانية أكتر هتلاقي حلقة أدوية المعدة تحت في صندوق الوصف. أو ممكن نديله حاجة من عيلة ال H2 بلوكرز، وأهم مادة عايزك تعرفها هي مادة الفاموتيدين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الأنتودين والفاموتين، والجرعة بتكون قرص كل 12 ساعة بتركيز 20 مللي جرام، أو ممكن تديله قرص يوميا قبل الأكل بتركيز 40 مللي جرام. لكن خد بالك إن عيلة البي بي آي بتكون أفضل بكتير من عيلة ال H2 بلوكرز. آخر حاجة بقى بنديها للمريض وهي الأنتاسيدز، ودي عشان تهديله نوبات الحرقان والحموضة، زي مثلا الجافسكون شراب والميوكوجيل شراب والمالوكس بلس شراب والإيبيكوجيل شراب، وجرعة أي واحدة فيهم هتكون معلقة كل 8 ساعات يوميا بعد الأكل. وعشان نجمع العلاج في صورة واحدة هنحطها في صورة روشتة عشان تفتكرها. أول حاجة الموتيليوم تابلت، وده جرعته بتكون قرص كل 8 ساعات قبل الأكل. تاني حاجة الأوميزا 40 كبسول، وده جرعته بتكون كبسولة قبل الفطار. تالت حاجة الميوكوجيل شراب، وده بيكون معلقة كل 8 ساعات يوميا بعد الأكل. نروح بقى للجزء التاني من العلاج وهو تغيير أسلوب الحياة، ودي النصايح اللي هتقولها للمريض عشان تحسن من حالته. أول حاجة ممنوع الأكل قبل النوم خصوصا في آخر 3 ساعات قبل النوم. تاني حاجة يرفع راسه على السرير بمقدار 15 سنتي عن طريق المخدات، وده عشان يمنع الحمض إنه يطلع لفوق. تالت حاجة ما ياكلش وجبات كبيرة ويعتمد على وجبات صغيرة متقطعة خلال اليوم. رابع حاجة يتجنب التدخين والكحوليات. خامس حاجة يحاول يتخلص من الوزن الزايد لأن السمنة بتزود ارتجاع المريء. سادس حاجة يحاول ما يستخدمش الأدوية عمال على بطال وخصوصا الأسبرين والمسكنات. سابع حاجة يحاول يلبس هدوم فضفاضة ومريحة ويبعد عن لبس الهدوم الضيقة والأحزمة اللي بتضغط على البطن. وأخيرا وليس آخرا يتجنب الأطعمة اللي بتزود الحموضة زي الدهون والزيوت والقهوة والكولا والشاي. نروح لآخر جزء من العلاج وهو الجراحة. إمتى بقى بنحتاجها؟ طبعا ما بنلجأش للحل ده إلا لو فشل العلاج الدوائي، وتحديدا لو المريض كان بياخد البي بي آي ومش جايبة معاه نتيجة خالص، فوقتها هنحتاج الجراحة. وكمان لو عنده اسوفجيال ستريكشر أو ضيق في المريء فوقتها برضه هنحتاج الجراحة. وكمان لو في بارتس اسوفيجاس فوقتها هنحتاج الجراحة برضه. وطبعا في حالات كتيرة هنحتاج فيها الجراحة لكن دول يعتبروا أهمهم.